تخيل راسك اب عايش بوحدك مع ولدك الصغير، وفجأة كتكتشف باللي كاينه شي حاجة معاكم في الدار، وهاد الحاجة ولدك الصغير هو الوحيد اللي يقدر يشوفها. السؤال هنا ماشي شنو هي هاد الحاجة، السؤال علاش اختارتك انت ودارك بالضبط. ؟ 18 يونيو 2008، التاريخ عمري ما نقدر ننساه. نهار الدنيا ضحكات ليا، وفي نفس الوقت خدات ليا اعز ما عندي. بزاف ديال الناس يقدروا يشوفوه مجرد نهار عادي، ولكن بالنسبه ليا لا، نقدر نسميه اجمل واخيب نهار في حياتي. اخيرا الدنيا غتضحك ليا وغادي نولي اب من بعد ما تسنيت هاد اللحظه سنين وسنين. ولكن زين مراتي مازال ما خرجت من غرفه العمليات. الليل كامل وانا كنتسنى وربي اللي عالم بيا، عقلي معاها ومع ولدي. مره نوقف ومره نجلس، غادي جاي حتى خرج عندي الطبيب والفرمليه اللي معاه. مازال عاقل على كل شيء في ديك اللحظه. الطبيب قرب لعندي وقال لي: دريس، عندي ليك زوج خبارات، واحد زوين والاخر قدر الله. انا طاحور كبيه بالخلعه ما نكذبش عليكم. شنو السي الطبيب؟ قول لي شنو كاين؟ قال لي: مبروك عليك الوليد، الحمد لله تزاد بخير وما كاين حتى مشكل. ما قداتني فرحه، ولكن ديك الفرحه ما غاديش تكمل. قال لي: يا دريس، وقع نزيف قوي بزاف وحاولنا بكل حاجه قدرنا عليها الله، ولكن هذا قدر الله، كان فوق كل شيء. الله يصبرك عليها وصافي. كيفاش؟ زين ماتت. الدنيا حسيت بها وقفات في ديك اللحظه وكل شيء تخلط عليا. ركابيه ما بقاوش هازيني، تحت بلاصتي مده طويله ما قديتش نصبر. من بعد حاولت نجمع الوقفه ونشد راسي، كان بزاف مني خاصني نتقبل هذا الابتلاء، ويا ريت هاد العذاب يسالي هنا، حيت داكشي اللي غيبقى تابعني في حياتي ما غيتقارنش بداكشي كامل اللي داز عليا. المهم مشيت للغرفه اللي فيها ولدي، كانت اول مره غنشوفه. هزيتو عندي وعنقته، وفاش قربتو عندي فتح عينيه لاول مره. سبحان الله، كانوا عيني غير عينين زينب مرتي الله يرحمها، نفس النظره نفس اللون. ضحكت ضحكه غارقه وسط الدموع. الغريب هو ان ولدي ياسين ما كانش كيشوف فيا في ديك اللحظه، واخا كنحاول نلوح ليه ولكن والو. النظر والتركيز ديالو كامل كانوا مور كتفي اليسار، بحال الا كان كيشوف شي حاجه واقفه تما، شي حاجه انا ما قادرش نشوفها. داز داك النهار، من بعد خديت ولدي للدار، وكان ضروري خاصني نتاقلم مع الحياه الجديده اللي ما فيهاش زينب، كاين غير انا وولدي. حاولت في ديك المده نكون اب وام في نفس الوقت، واخا عارف ما نقدرش نعوض ليه الحنان ديال الام ديالو، ولكن حاولت اللي في جهدي نديرو. خدمت بزاف وربيت ياسين بوحدي، ومن بعد 5 سنين تقريبا بدا كيكبر شويه بشويه. لاحظت فيه انه هادئ بزاف، وفاش كنقول هادئ يعني اكثر من القياس، عكس الدراري اللي في العمر ديالو. كيجلس بوحدو لساعات طويله، ومره كنشوفو كيضحك بوحدو. كنت كنقول مع راسي عادي، راه مازال صغير، مازال كيتاقلم مع الحوايج الجداد. ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت ديما محيراني هو انه من نهار تولد وانا غير نبغي نهضر معاه كيشوف فيا شويه، ومن بعد كيبقى يشوف مورايا في شي بلاصه خاويه، وكيبقى يهز راسو بحال كيهضر مع شي حد. حاولت نولفو هكا، وقنعت راسي ان هاد الشيء راه عادي. المهم دازت عامين تقريبا، وواحد النهار قربت من البيت ديالو، سمعتو كيهضر بوحدو. منين فتحت عليه الباب لقيتو كيقول: لا بابا ما غاديش يفهم هادشي. سولتو: ياسين مع من كتهضر ولدي؟ شاف فيا وضحك وقال لي: مع صاحبي يا بابا. انا ضحكت معاه وخرجت، الدراري صغار وصافي. ولكن ديك الليله كانت هي الليله اللي غنبدا نتوسوس انها كاينه شي حاجه تما ماشي عادي. كانت تقريبا شي 11 ديال الليل، كنت جالس في الصالون كنتفرج في التليفون، حتى كنسمع شي صوت في البيت ديال ياسين. وحيت هو كان بيتو الفوق، طلعت عنده درجه بدرجه حتى وصلت لبيتو. فتحت الباب غير بشويه، وكانت تفاجئ ياسين ظهرو لجهتي وجهو في القنت ديال الحيط. ما كان حتى شي واحد تما، ولكن هو كان كيهضر وكيهز راسو بحال الا كيتواصل مع شي واحد. سمعتو كيقول: انا فرحان حيت جيتي، واش غادي تبقى معايا؟ بابا ما كيشوفكش علاش؟ تما صراحه حسيت بالصاد، حيت هادشي ما بقاش كيبان ليا عادي. الدري يا اما عندي مريض او داكشي اللي كيشوف راه بصح. دفعت الباب ودخلت. ياسين دار عندي بالزربه، ولكن قبل ما يهضر شفت شي حاجه مازال محيراني حتى لدابا. الخاميه ديال السرجم تحركات بحال الا شي واحد هزها حتى للفوق وطلقها. ما كان لا برد لا ريح، وحتى الشباك ما كانش محلول. حاولت ما نعمرش راسي بشي حاجه خاويه. قربت من ياسين وسولته: كنتي قلتي لي عندك شي صاحبك ياك؟ قال لي: قلت ليه: شكون وشنو سميتو؟ قال لي: يا بابا سميتو عزيز. سولته: شكون عزيز؟ قال لي: يا صاحبي ديما كنهضر معاه. قلت ليه: فين هو دابا؟ ياسين ما جاوبش مباشره، هز صبعو الصغير وشال مورايا مباشره، وقال لي: بشويه راه واقف حداك دابا. وفي نفس اللحظه حسيت بحال بصح شي واحد كيتنفس حدايا. مع ذلك كنتعامل عادي، حيت مازال داك الشيء ما دخلش ليا لراسي. ومن داك الليل ما بقيتش مرتاح، ما عرفتش واش كنت كنضحك على راسي
ولا كنت كنقنع راسي بلي غير تخيل داك النفس اللي حسيت به حدا ودني. بقيت كنقول مع راسي واقيلا غير حيت عيان، او يمكن بسبب الصدمه ديال زين باللي باقي ما بغاش تنسى ليا. من مور داك الليل بالضبط كلشي تبدل، وليت كنفيق وسط الليل بدون اي سبب، كيجيني احساس بحال الا شي واحد واقف وكيشوف فيا. المهم داز نهار، داز يومين، داز اسبوع، بدات كتوقع شي حاجه غريبه في الدار. كل صباح كنفيق كنلقى الالعاب ديال ياسين في شي وضعيات في شكل، بحال مثلا واحد المره لقيت الدومه باش كيلعب دايرين دائره، ولا داك الطوموبيلات اللي عنده كنلقاهم مستفين على شكل شي رمز. قلت مع راسي يمكن ياسين هو اللي دارهم هكا، ولكن فاش سولته بقى كيشوف فيا وقال لي لا انا كاع ما لعبت بهم. ضحكت وقلت ليه هو شكون؟ هبط راسو وبدا كيدور صبعو فوق الزربيه وقال لي بشويه عزيز. انا صراحه بقيت ساكت، ما بغيتش نعطي الموضوع قيمه، ولكن الحاجه اللي حيراتني اني كل ما نسول ياسين كيعاود نفس القصه، نفس الاسم، نفس الحركات ونفس الافعال، بحال كيهضر على شي شخص حقيقي. واحد العشيه كنت كنوجد العشاء وياسين كان كيرسم في الصالون، سمعتو كيضحك، فرحت وقلت الحمد لله. الولد عندي بدا كيتسلق ويرجع كيف ما كان. خرجت من الكوزينه باش نشوف، لقيتو جالس كيرسم في الورقه ديالو، ولكن كانت ورقه تانية قدامه، ورقه قريبه منه، بحال الا شي حد كان خدام معاه. قلت ليه شكون حط هادي هنا؟ قال عزيز. قربت نشوف الرسم ديالو، لقيت رسم الدار ديالنا بالتفاصيل ديالها، الشباك والباب وحتى الشجره اللي كاينه قدام الدار والسطح. غير هي فوق السطح كان واحد واقف تما طويل بزاف، مستحيل يكون هذا انسان، وجهه كامل كحل ما فيه لا عينين ولا فم. سولت ياسين شكون هذا؟ جاوب بلا ما يهز راسو هذا عزيز. وقلت ليه علاش واقف فوق السطح؟ رد عليا كيقول باللي كيعجبو يشوف فينا. هاد الجمله ما بغاش تخرج من راسي، حتى فاش مشيت للخدمه كنت كنسمعها كتعاود في ودني، كيعجبو يشوف فينا. داك النهار رجعت بكري شويه للدار، فتحت الباب لقيت ياسين ناعس في الصالون والتلفازه شاعله. الغريب هي انها كانت واقفه على قناه ما فيها حتى برنامج، غير تشويش وصوت خفيف بحال شي راديو قديم. طفيتها ومشيت للحمام اعزكم الله نغسل وجهي. يلا جيت نحني، بان لي بحال شي حاجه دازت دغيا، وفاش هزيت راسي والو غير انا. قلت مع راسي راك بديتي كتهبل ادريس. ولكن وانا خارج من الحمام سمعت ياسين كيقول بشويه لا ما ديرهاش بابا غادي يخاف. انا ما فهمت والو صراحه. المهم جريت عنده لقيته مازال ناعس، ولكن شفايفو كانوا كيتحركوا بحال الا كان كيهضر مع شي واحد في الحلم. قربت منه باش نفيقو، في ديك اللحظه فتح عيني وشد ليا في يدي بالجهد. واحد الجهد صراحه عمري حسيت بيه من عند ولد صغير. شاف فيا وقال بابا. سولتو شنو كاين ياسين؟ بقى ساكت شويه وهو يهمس ليا في ودني. عزيز كيقول فاش تفيق بالليل ما تبقاش تقرقب الدار بالجهد حيت كتفيقو من النعاس. صراحه من داك النهار بديت كنتوسوس والخوف كيجيني مره، ماشي من عزيز ولكن من السؤال اللي كان كيدور في بالي، واش ياسين كان كيشوف شي حاجه انا ما كنشوفهاش، ولا انا اللي بديت كنشوف شي حاجه اللي ما كايناش؟ كنت كنحاول نلقى شي تفسير لهذا الشيء. الله يهديك ادريس، راه غير وليد ومخيلته واسعه، راه باقي صغير، يمكن غير كيهضر مع راسو. غير هو الحاجه اللي مختلفه في ياسين، ما كانش كيهضر بحال شي ولد صغير غير كيلعب، كان كيهضر بحال شي واحد كيعرف شي شخص من مده طويله. واحد النهار كنت جالس معاه في الصاله، كان كيلون في واحد الدفتر، بقيت كنشوف فيه بلا ما يحس. سولتو ياسين شنو كترسم؟ سد الدفتر بالزربه وقال لي والو. ضحكت وقلت علاش مخبي عليا؟ بقى ساكت واحد شويه، قرب الدفتر مني وقال لي نوريك ولكن ما تضحكش. فتحت الدفتر ولقيت رسومات كثيره، كل صفحه تقريبا فيها نفس الحاجه، غير في كل مره كانت كتزاد حاجه جديده. مثلا واحد الباب مرسوم في واحد الحيط اللي ما عندناش فيه الباب اصلا، صفحه اخرى كنشوف دروج طالعين للفوق، وصفحه فيها واحد الممر طويل. سولتو ياسين علاش كترسم شي حوايج ما كاينينش في الدار؟ هز عينيه وقال لي كاينين بابا. قلت ليه فين؟ شار الحيط اللي ورانا، وقال باللي قال لي غير انت اللي ما كتشوفوش. بقيت ساكت، شدتني التبوريشه ولكن حاولت نضحك باش ما نبينش باللي تخلعت صراحه. قلت شكون هو؟ جاوبني عزيز. من ذاك النهار وانا راد البال مع الدار، حيت هادشي ما بقاش كيدخل ليا لراسي. واحد الليل من بين الليالي فيقني شي صوت، كنت كنسمع بحال شي خطوات ديال شي واحد كيمشي في الصالون. شفت الساعه لقيتها 3 ديال الصباح، بقيت في بلاصتي مركز مع داك الصوت. كنسمع خطوه وسكات، عاود خطوه وسكات، بحال الا شي واحد كيدور في الدار غير بشويه. قلت مع راسي يمكن غير ياسين اللي فاق. خرجت من البيت، الصالون كان مظلم، عيطت ياسين ما جاوبني حتى واحد. مشيت للضوء قبل ما نشعلو، سمعت صوت صغير ورايا، صوت ياسين. قال بابا. ديك اللحظه جمدت بلاصتي وما فهمت والو، حيت الصوت جاي من قدامي ولكن ياسين كان واقف ورايا. دورت وجهي بالزربه، كان واقف حدا بيتو، عيني محلولين وشد الغطا ديالو.
قلت ليه ياسين شكون كان في الصالون؟ ما جاوبش، ولكن لاحظت انه مركز مع واحد الكرسي كان في القنت. قال علاش كتسولو؟ قلت على شكون؟ قال لي على عزيز. ما عرفتش شنو نقول، غير كنشوف داك الكرسي اللي في القنت، ما كان والو غير الظلام. في ديك اللحظه ياسين قال لي واحد الجمله خلاتني ما نعش حتى للصباح. قال لي يا بابا عزيز ما كيبغيش تبقى تقلب عليه. سولته علاش؟ هبط عيني الارض وقال حيت هو كان هنا قبل منا. في الصباح مشيت عند واحد السيد كبير في الحي سميتو السي العربي، كان ساكن تما مده قديمه قبل ما نتزاد حتى انا، عارف كل حاجه في داك الحي القديمه والجديده. جلست معاه وقلت ليه السي العربي بغيت نسولك واش كان شي حد ساكن في هاد الدار قبل مني؟ الوجه ديال عمي العربي في ديك اللحظه تبدل وبقى ساكت. قلت ليه علاش سكتي؟ شاف فيا وقال لي علاش كتسول؟ قلت ليه بغيت غير نعرف. بقى كيشوف شويه ومن بعد قال لي يا دريس واش ولدك بدا كيهضر على شي واحد؟ هاد السؤال بالضبط طيح ليا الماء في الركابي. انا ما جبت معاه لا موضوع ديال ولدي ولا حتى شي حاجه، كيفاش جبد لي هو هاد الموضوع؟ قلت ليه علاش وكيفاش عرفتي هاد الشيء؟ قال لي حيت هاد الدار وسكت. قلت ليه وشنو فيها؟ قرب مني وقال لي بشويه هاد الدار ماشي اول مره شي وليد كيبقى يهضر فيها مع شي واحد. صراحه ما بقيتش مرتاح من بعد هاد الهضره، واخا هكاك سولته شنو كتقصد. شاف الزنقه وتاكد باللي ما كاين حتى واحد وقال هاد الدار قبل ما تشريها انت دريس كان ساكن فيها واحد السيد مع مراته وولدهم. سولته وفين مشاو دابا؟ قال لي بلي ولدهم غبر ليه الاثار. كيفاش غبر ليه الاثار؟ قال لي حتى واحد ما عرف لحد الساعه. الحاجه الوحيده اللي بقات هي الهضره ديال الام ديالو، كانت كتقول باللي ولدها ما كانش بوحدو في الدار. قلت للسي العربي وشنو كانت سميت ولدهم؟ ما جاوبنيش بالزربه بحال متردد ينطق بالاسم ديالو. ومن بعد قال لي باللي سميتو ادم وكان ديما كيعاود على شي واحد سميتو عزيز. من داك اللحظه فهمت حاجه وحده، انني ما كنتش كنربي ياسين بوحدي، كان كاين شي حد اخر كيتسناه قبل ما يتزاد، وكان غير كيتسنى اللحظه المناسبه باش يرجع. منين سمعت اسم عزيز من العربي فهمت في ديك اللحظه باللي ياسين ما كانش كيهضر من فراغ، بل كان كيشوفو كيهضر مع شي حاجه كانت قبل منا، قبل ما ندخل لهاد الدار. المهم رجعت بحالي داك النهار للدار. ياسين كان في الكرسي اللوراني ديال الطوموبيل، ما كانش كيهضر غير كيشوف من الشرجم. قلت ليه ياسين ما جاوبنيش. عاود ولدي واش سمعتي شي حاجه على عزيز؟ داز وقت طويل قبل ما يجاوب، ومن بعد قال بابا عزيز ما كيبغيش الناس الكبار يعرفوا عليه شي حاجه. سولته علاش؟ قال حيت الناس الكبار ديما كيبغيو يخرجوه. هاد الجمله ما فهمتهاش في ذاك الوقت، ولكن من بعد فهمت المعنى ديالها. وصل له ديك الليله ما بغاش يديني الناس، كنت ممدد في الفراش وبقيت غير كنشوف في السقف. واحد شويه حتى سمعت طق الصوت من جهه الحيط اللي حدا البيت ديال ياسين. طق 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 بحال شي حد كيضرب من الجهه الاخرى. نط بشويه مشيت للحيط حطيت ودني عليه باش نسمع مزيان شنو كاين. صراحه في ديك اللحظه الجسم ديالي كله كيترعد، تبورشت. الصوت كان ديال شي ولد صغير كيهمس، ما قدرتش نميز كلامه من غير كلمه وحده هي اللي وصلتني واضحه: دريس. سمعت سميتي، رجعت للور بالزربه حيت الصوت ما كانش جاي من البيت ديال ياسين، جا من الداخل ديال الحيط. مشيت كنجري عند ياسين، فتحت الباب لقيته جالس فوق الفراش وحتى هو كيشوف في الحيط. قلت ليه ياسين واش سمعتي شي حاجه؟ دور وجهه ليا وقال قلت ليه شنو؟ جاوب عزيز كان كيهضر معاك. انا ما قديتش نصبر، شديت ياسين وقلت ليه ما كاينش شي حاجه سميتها عزيز، واش فهمتي؟ ولدي خوي راسك من هاد الاوهام. هو كيقول لي كاع الناس كيقولوا هاد الشيء في الاول حتى كيشوفوه. طاح فيا النص، ما بقيت فاهم والو. ولدي الصغير كيهضر بواحد الطريقه بحال شي انسان كبير، وفي نفس اللحظه كنسمع طق 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 3 ديال المرات من نفس الحيط. فاش قربت مره اخرى سمعت دريس علاش خليتيني بوحدي. الصوت كان نفس صوت ياسين، ولكن ياسين كان جالس حدايا. واحد الموقف صراحه ما عرفتش كيفاش قويت راسي وصبرت، خصوصا وانني انا ما مولفش هذا الشيء. ولا بحال هاد المواقف كنت غير كنسمع بهم حتى وليت عايشهم. ما بقيت عارف ما ندير في ديك اللحظه، واش نهرب حتى رجلي فشلوا بقوه الخلعه. شديت يد ياسين وجريته للور، قلت ليه بعد من تما، ولكن هو ما تحركش، بقى كيشوف داك الحيط وقال علاش خايف منه بابا؟ قلت ليه حيت ما كاين حتى شي حاجه تما. هز راسو وقال لا كاين عزيزه بابا، وهذاك هو بيتو فين كيكون. قررت نزعم ونقرب لداك الحيط، والصدمه هي انني كنقيس بحال شي باب قديم كان تما، وكانت واحد الفتحه صغيره. فاش خشيت يدي نشوف واش هذاك الباب يقدر يتحل. ياسين شد يدي وقال لا بابا ما تحلوش. شفت فيه وقلت علاش؟ بقى ساكت وشويه هو يقول حيت الا حليتيه عزيز غادي يعرف بلي لقيتيه. صراحه هاد الجمله خلاتني نحبس النفس ديالي. سولته شكون قال لك هادشي؟ جاوبني مره اخرى عزيز. داز شي ثواني وفجاه سمعنا شي صوت من مور داك الباب اللي مخبي في داك الحيط، صوت ضحكه خفيفه. تما شديت ياسين ومشينا للصالون. ما بقيتش باغي نبقى حدا داك الحيط،
ولكن وانا كنسد الباب ديال البيت سمعت شي واحد كيهمس، همسه خفيفه ولكن واضحه. دريس. وقفت حيت هاد المره ما كانش صوت ديال ولد، كان صوت راجل كبير. داك الليله ما نعستش، بقيت غير جالس في الصالون وكنفكر في هادشي اللي ما يتقبلو حتى عقل. كل شويه كنشوف الباب ديال بيت ياسين، كنتسنى شي حاجه تخرج، شي حاجه تتحرك، شي حاجه تعطيني امال باللي ما كاين حتى شي حاجه وراني غير كنحلم. ولكن ما وقع والو حتى للصباح. مع الفجر مشيت نشوف الاثار ديال الباب القديم اللي في الحيط مره اخرى. هنا كنتفاجئ ان الحيط رجع كيف ما كان، ما بقى لا اثار ولا والو، بحال عمرو كان تما. حاجه وحده تبدلات، كان اسم مكتوب ماشي بالصباغه ولا بقلم، كان بحال الا محفور في داك الحيط، الاسم ديال عزيز. خرجت من الدار بلا ما نقول لياسين والو، مشيت رجعت عند السي العربي، بقيت كندق في الباب ديال دارو حتى فتح ليا. شاف وجهي مخطوف وعرف باللي شي حاجه كاينه تما. هو يقول لي بان لك الباب جمت بلاصتي ولا كيدخلني الشك من هاد العربي، كيفاش ولا كيعرف اي حاجه قبل ما نقولها ليه. سولته كيفاش عرفتي، جرني للدار وسد الباب، جلس وقال لي حيت كنت عارف باللي غادي يبان ليك شي نهار. قلت ليه اشرح لي اكثر السي العربي مزيان هاد الشيء، حيت ما بقاش كيدخل ليا للراس. قال لي اسمعني يا ولدي مزيان، هاد الدار اللي ساكن فيها انت كانت ديال واحد السيد سميتو رشيد، كان عنده ولدو صغير. هاد الولد ديما كان كيقول لهم باللي عنده صاحبو سميتو عزيز. قلت ليه يعني نفس الشيء مع ولدي؟ هز راسو قال لي نفس الشيء. قلت شنو وقع من بعد؟ السي العربي قال لي الولد غبر، ولكن قبل ما يغبر كان كيهضر على شي باب في الحيط ديال ديك الدار. سولت واش عزيز كان شي حد حقيقي، شاف فيا وقال لي حتى واحد ما عرف. راسي وقف، ما بقيت عارف شنو غادي ندير، وعقلي ما بغاش يتقبل هاد الشيء. المهم ديك الليله رجعت بحالي للدار عيان، بغيت غير نعس نرتاح شويه. وانا كنوجد باش نعس، ياسين كان في الفراش ديالو، وقبل ما نطفي الضوء ياسين قال لي يا بابا. قلت نعم ولدي. قال لي يا عزيز معصب منك وبزاف. قلت لي ولدي علاش؟ قال لي حيت دخلتي لبلاصتو بلا الاذن ديالو، لحمي تشوك. سولته فين هو دابا؟ ياسين شاف في القنت ديال البيت، ومن بعد قال لي ما بقاش كيبقى في البيت. سولته فين ولا؟ بقى ساكت، ومن بعد ابتسم ابتسامه صغيره وقال دابا ولا كيجلس معاك في الصالون ملي كتكون بوحدك. ديك اللحظه ما بقيتش قادر حتى ندور مورايا، كنت خايف صراحه ياسين يكون كيهضر بصح، حيت هادشي زاد عن حدو. من داك الليل تبدل كل شيء، قبل كنت كنتوسوس من شي حاجه ما مفهوماش، ولكن دابا وليت عارف باللي شي حاجه كاينه في الدار، شي حاجه كتسمعنا وكتشوفنا. بديت كنلاحظ شي حوايج صغار، ولكن هاد الحوايج الصغار كانوا كيكبروا مع الوقت، والخوف ديالي نهار على نهار كيزيد. ركبني الوسواس والخوف وكل شيء. كنت كنلقى شي حوايج بحال مثلا واحد المره فقت الصباح ولقيت الباب مفتوح شويه، بحال الا شي حد خرج. في الاول قلت يمكن غير انا اللي نسيتو مفتوح، ولكن الغريب هو انه مره اخرى كنت متاكد باللي سديت الباب، وحتى من الساروت كان من الداخل، واخا هكاك الباب مفتوح. مشيت عند ياسين سولت ولدي واش خرجتي بالليل، قال لي لا. قلت ليه واش عزيز خرج؟ بلا ما يفكر جاوب لا. قلت ليه وكيفاش عرفتي؟ شاف فيا وقال لي حيت كان هنا. بقيت ساكت. فين؟ شار الكرسي وقال لي كان جالس تما، الكرسي اللي حدا الشباك، كان تما وكيشوف فيك وانت ناعس. ما عرفتش علاش ولكن داك الكرسي بالضبط. من داك النهار ما بقيتش قادر نجلس فيه. واحد النهار قررت ناخذ ياسين ونمشيو عند خالتي شي يومين. قلت مع راسي يمكن ملي غادي نبدلو الجو غادي نساو هاد الشيء وتنقص هاد الافكار، يمكن نبعدو على الدار ونرتاحو. وجدت الحوايج، هبط الصاك. ياسين كان فرحان بزاف، ولكن قبل ما نخرجو ياسين وقف قدام الباب. قلت ليه يلا ولدي ما تحركش، بقى كيشوف لداخل. قلت ليه مالك؟ قال لي ما نقدرش نمشي. سولته علاش؟ قال لي حيت عزيز مازال هنا. انا تعصبت بزاف وشديته وقلت ليه ياسين عزيز ما كاينش، خوي راسك. ولكن فاش قلتها ليه في نفس اللحظه طفات البوله ديال الدار وبقينا في الظلام. كنسمع النفس ديال ياسين وكنسمع نفس اخر ما كانش ديالي، قريب بزاف. شعلت الفلاش ديال التليفون وضويت الصالون، ما كان حتى شي واحد تما، غير هو الكرسي اللي كان حدا الشباك تبدلات بلاصتو واللي حدا الباب مقابل معانا، بحال الا شي واحد جالس فيه وكيشوف فينا واخا ما كيبانش. ما عرفتش علاش راسي تخيل هذا المشهد. خرجت من الدار بالزربه، خديت ياسين ومشينا، ما بقيت باغي نزيد حتى دقيقه وحده. المهم مشينا وبقينا عند خالتي 3 ايام، والحاجه الغريبه ان كل شيء وقف، لا اصوات لا كوابيس لا حتى حاجه. بديت كنقول يمكن داكشي اللي كان خاص غير نبعدو شويه، ولكن اليوم الرابع وقعت شي حاجه خلاتني نعرف بلي المشكل ما كانش في الدار. كنت جالس في الصالون عند خالتي وياسين كيلعب واحد شويه، وانا نلاحظ انه بقى واقف وكيشوف في القنت ديال الحيط. سولته ياسين اشنو كتشوف؟ ما جاوبنيش، غير قال لي علاش جا معانا. حسيت بقلبي هبط. قلت ليه شكون؟ دار عندي وقال لي يا عزيز. في نفس اللحظه سمعت شي صوت في الكوزينه،
شي حاجه طاحت. مشيت نشوف شنو طاح، ما لقيت والو. وانا نرجع لقيت ياسين كيهضر بوحدو. قلت ليه مع من كتهضر ولدي؟ قال لي مع عزيز. قلت ليه هو فين هو دابا؟ هز عيني للدروج وقال لي طلع للفوق، ولكن ما كان حتى واحد طالع للفوق. غير هي انا كنت متاكد من حاجه وحده، هي ان عزيز ما بقاش مربوط بالدار. رجعنا للدار من بعد، ولكن قبل ما ندخل وقفت قدام الدار، ما بغيتش نحل. كان عندي واحد الاحساس بحال الا شي واحد كان كيتسنانا نرجعو. دخلت لقيت كل شيء كيف ما خليته، غير هي فوق الطابله كانت ورقه ما كانتش ديالي او ديال ياسين، ورقه قديمه مكتوبه فيها جمله وحده: شكرا حيت رجعتي. بقيت كنشوف فيها ما فهمتهاش. عيطت لياسين وقلت ليه شنو هادي؟ قراها وسكت. وقلت لياسين شنو كتعني؟ هز عينيه وقال لي يا عزيز كان باغيني نرجع. قلت ترجع كيفاش؟ قرب مني وقال لي بشويه نرجع ليه. في ديك اللحظه فهمت باللي شي حاجه او سير مرتبط بولدي من نهار تزاد. انا مشيت عند السي العربي مره اخرى، وليت كنقلب غير كيفاش نسالي هاد الشيء ونعتق ولدي من هاد الكيان. مشيت عنده وسولته على الناس اللي كانوا ساكنين قبل. قلت ليه زيد عاود لي عليهم شويه وشنو وقع بالضبط. كيقول باللي السيد اللي كان تما واللي هو رشيد كان كيشوف ولده كيبغي العزله بزاف، ماشي بحال الدراري العاديين. من بعد ولا كيلاحظ انه ولده كيهضر بوحدو مع شي واحد او مع شي صديق خيالي، وقال مع راسو كاع الدراري الصغار عندهم اصدقاء خياليين عادي. ولكن مع الوقت بدا كيلاحظ شي حاجه غريبه، خصوصا فاش كانوا كيتجمعوا على الماكله. ولدهم كان ديما كيجيب زوج حوايج من الحاجه، مثلا زوج كيسان وزوج طباصل وكيحطهم حداه. الاب ديالو تعجب وسولو علاش، قال لي حيت عزيز كياكل معانا. هي السي العربي وشنو وقع من بعد؟ السي العربي شرب شويه ديال الماء وقال تبدل كل شيء نهار غبر الولد. قلتو كيفاش غبر وكيفاش والديه اكتشفوا هذا الشيء؟ الام ديالو هي اللي عرفات من بعد ما فاقت واحد الليله على صوت ولدها كيهضر. سمعاتو كيقول لا ما بغيتش نمشي معاك، ومن بعد سمعات صوت اخر، صوت ماشي ديال الولد. قلتو من بعد؟ قال دخلت للبيت ولكن ما لقات والو، السرجم مسدود والباب مسدود، ولكن شنو؟ الولد ما لقاتوش. بقيتو سولتو ولكن واش قلبوا عليه؟ شاف فيا وقال قلبوا عليه ايام وشهور ولكن ما لقاو ليه حتى اثار. المهم كملنا الهضره ورجعت للدار، راسي واقف عليا، ما بقيت عارف اشنو غادي ندير. انا خسرت مراتي، خسرت الانسانه اللي كنبغي، ما بغيتش نخسر اخر حاجه بقات ليا في هذه الدنيا اللي هي ولدي. حاجه وحده كانت واضحه وباينه، هي من نهار تزاد ياسين كان شي حد اخر حاضر معنا. فاش دخلت للدار لقيت ياسين جالس في الصالون. قلت ليه ولدي علاش ما نعسيش؟ قال لي كنت كنتسناك. سولته علاش؟ حيت ما مولفاش ليك ولدي. قال لي حيت عزيز قال لي باللي اليوم غادي تعرف. السلامه يا ربي، اش عندي ما نعرف اكثر من هذا الشيء اللي عرفت. بقيت واقف وقلت نعرف اشنو غنعرف؟ قال لي غتعرف علاش هو اختارني. قربت منه وقلت ليه ياسين شكون قال لك هذا الشيء؟ عزيز. قلت ليه هو فين هو دابا؟ شاف فيا وقال لي يا بابا عزيز ما بقاش غادي يتخبى. عقلت على الباب اللي كان في الحيط اللي قلت لكم كان حدا البيت ديال ياسين، اخيرا غادي يتفتح. وشنو غيوقع من بعد داكشي اللي غنعرفوا دابا. المهم في ديك اللحظه الضو ديال الدار طفى كله، سمعت صوت الباب ديال البيت كيتحل، وفي نفس اللحظه كنسمع صوت راجل كبير كيقول لي يا دريس خاصك تعرف علاش ولدك اختارني. ما نكذبش عليكم، قلبي في ديك اللحظه كيضرب لدرجه انني وليت كنسمعو. ياسين ولدي كان حدايا، ما دار حتى ردات فعل، ما تحرك ما خاف ما والو، بحال الا متعود على هاد المشاهد. قلت ليه ياسين رجع اللور، ما تحركش وبقى كيشوف في الباب وقال لي بابا عزيز ما باغيش يأذيني. سولته ايوا شنو باغي منا؟ قال لي عزيز ما باغي والو، باغي غير شي حد يكون في جنبو يبقى مفكرو. انا هاد الجمله اللي قال لي ياسين ما بغاش تدخل ليا لراسي. كيفاش هاد الرعب كامل اللي عشناه مع هاد الكيان وفي الاخير تقول لي باغي غير شي حد يبقى مفكرو؟ انا صافي ما بقيتش قادر نصبر، بغيت نعرف شنو كاين من مور هاد الباب. ما غاديش نقول لكم كنت ما خايفش، ولكن راه كنشوف راسي في واحد الموقف اللي كيتعاود كل ليله تقريبا، وخصوصا وان خفت يضيع مني ولدي. بغيت نحبس كل شيء. مشيت حطيت يدي على المقبض ديال الباب، عرفتوا المقبض كان بارد بزاف بحال الا حاط يدي على شي طرف ديال الثلج. فاش دخلت للبيت لقيت داك الباب اللي قلت لكم مفتوح. كيفاش تفتح وشكون فتحوها نتوما غتعرفوا. دخلت حتى كنتصدم ان بصح كاين واحد البيت صغير تما من مور داك الباب، كان مخبي من مور الحيط، بيت قديم بزاف كله مغبر. وفاش دخلت ليه لقيت واحد الصندوق قديم، صندوق ديال الخشب. هاد الخطوه اللي درت ما كانتش سهله بالنسبه ليا، ولكن وصلت لواحد المرحله ديال ما بقيتش قادر نزيد نهرب. ياسين كان تابعني وقلت ليه بقى حدا الباب. قربت للصندوق وفتحته. عرفتوا شنو لقيت فيه شي حوايج قديمه وشي تصاور وشي وراق، وكانوا حتى شي العاب تما. والحاجه اللي لفتت النظر ديالي بزاف
هو واحد الدفتر كان تما. انا هزيته بلا ما نتردد، فتحتو نشوف شنو كاين فيه، ياك ما نلقى شي حاجه توصلني لهاد السير اللي مده وهو محمقني في الدار. في الصفحه الاولى كان مكتوب اسم ادم، اما الباقي ديال الصفحات كلها تقريبا عباره على رسومات باينه ديال شي دري صغير. غير هي وانا كنقلب في الصفاحي كنلقى واحد الرسم كيتعاود بزاف، رسم عباره على واحد الشخص طويل واقف في القنت ديال الحيط، وتحت كل رسمه مكتوب عزيز كيبقى معايا ملي الناس كيمشيو. لحمي تشوك وشعري وقف. بقيت هكاك حتى وصلت للصفحه الاخيره، لقيت مكتوب فيها الا شي واحد لقى هاد الدفتر عزيز راه ماشي وحش، عزيز ما كيعرفش يعيش بوحدو. بقيت كنتمعن في ديك الكتابه، غير هي في نفس اللحظه كانت واحد الجمله اخرى مكتوبه بخط مختلف على الخط الاول، مكتوب بشي ماده ما عرفتش ولكن كانت باينه مزيان، خط باين ماشي ديال شي ولد. كان مكتوب فيها ولكن دابا لقيت واحد اخر. الجمله ما كانتش مفهومه بالنسبه ليا. فهاد اللحظه بالضبط سمعت صوت من مورايا، شي واحد كيعيط بسميتي دريس. فاش درت لقيت ولدي ياسين واقف حدا الباب، ولكن ما كانش هو اللي كيهضر، صوته كان هو ولكن الاسلوب باش كيهضر او داك الصوت ماشي ديال ياسين. رجعت اللور وقلت ليه شكون انت؟ ياسين كان ساكت ومن بعد جاوب انا اللي كان كيسمع لولدك مني كان كيكون بوحدو. سولت واش انت عزيز؟ قال لي انا عزيز. ومن بعد تقطع الصوت ديالو مده. كملت كنشوف شنو كاين في داك الصندوق، لقيت تصويره فيها واحد السيد وسيده ومعاهم وليد. انا شكيت غالبا غيكون غير رشيد اللي عاود لي عليه السي العربي. الصوره شفتها عاديه، غير هو وانا كنحقق فيها مزيان كيبان ليا كاين معاهم الرابع في الصوره، كان في الخلفيه. قربت الصوره للضو باش نشوف مزيان، ولكن داكشي اللي شفت جاب ليا الدوخه، الارض ولات كدور بيا. هادشي مستحيل يكون بصح. غتكونوا دابا كتسولوا شنو شاف كاع بالسلامه. داكشي اللي كان موراهم كان كيشبه بزاف لياسين، كيشبه لولدي. يدي كيترعد والهضره ما بقاتش باغيه تخرج ليا. بقيت غير ساكت وكنشوف ديك الصوره كانت قديمه وفيها زاجه القدام وواحد الكادر. غير هي فاش قلبتها لقيت رسم مرسوم عليها شي واحد طويل ووجهه كحل. هاد الرسمه فايت شفتها من قبل في شي بلاصه. عقلت نفس الشخص اللي كان رسمو ياسين ولدي من قبل في واحد الرسم. هادشي راه بزاف ما يمكنش. سولت ولدي ياسين شكون هذا، بقى كيشوف داك الرسم هو يقول لي بابا هو ماشي بحال ما كيحسب ليك. سولته شنو كتقصد؟ قال لي عزيز ما جاش باش يسرقني ولا ياخذني. شويه وانا نسمع شي واحد كيتمشى، صوت المشي حدا الباب اللي دخلنا منه. شديت ياسين عندي وقلت لي خاصنا نخرجوا من لهنا. ما رد عليا بوالو، بقى كيشوف فيا وقال ما بقى عندنا فين نهربوا بابا. ياسين راه واخا العمر ديالو صغير ولكن راه بعض المرات كنت كنلاحظ بلي كيهضر بحال شي واحد كبير في العمر. انا مازال كنحاول معاه نخرجو من تما حتى سمعت الصوت ديال شي واحد مازال عاقل على ديك الجمله بالضبط. دريس علاش تخليتي عليا؟ علاش خليتيني بوحدي؟ ما كان صوت ياسين، الصوت ماشي غريب عليا. هاد الصوت اللي سمعت كنقدر نميزو من بين 1000 صوت. كانت زينب مراتي. الصوت ديال مراتي. كنقول مع راسي لا دريس هادشي راه ماشي بصح. انا وليت كنهلوس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اش هادشي كيوقع ليا؟ ياسين شد ليا في يدي وقال لي بابا هو عارف باللي انت باقي كتلوم في راسك. كيفاش كنلوم في راسي ياسين؟ شنو كتعني؟ جاوبني عزيز كيتغدى على الحوايج اللي مخبين الناس لداخل بحال الخوف ولا الندم. داكشي علاش هو ديما كان معاك. عييت صراحه من هادشي. بقيت كنهضر بوحدي وكنقول علاش انا؟ جاوبني شي صوت في نفس البيت. حيت كنتي بوحدك ادريس، راه حتى باش ندير ردة فعل بقوة الصدمة ما بقيت قادر نتحرك. نهار ماتت مراتك زينب كنتي باغي شي واحد اللي يسمع ليك وانا كنت هنا. كنتي باغي شي واحد اللي يحس بيك وانا كنت هنا. نهار تزاد ياسين كنتي باغي اللي يحميك وانا كنت هنا. قلت ليه واش انت عزيز؟ قال لي ما يهمش شكون انا. في ديك اللحظة شديت يد ياسين مزيان وقلت ليه علاش بغيتي تاخذ ولدي مني؟ من بعد سمعت ضحكة خفيفة وقال لي انا ما بغيتش ناخذه منك ادريس. ياسين قال لي يا بابا. قلت ليه شنو ولدي؟ قال لي عزيز ما كانش باغيني انا، عزيز كان باغيك انت. قلت ليه كيفاش باغيني انا؟ اش كتقول ولدي؟ قال لي من نهار تزاديت هو كان كيسمعك فاش كنتي كتبكي على ماما في الليل وكنتي كتلوم راسك واخا انت ما عندك حتى داخل في المصير ديالها. شحال من ليله كنتي كتبقى بالنعاس، كنتي حاس براسك بوحدك، ولكن لا، عزيز كان ديما معاك في وسط الليل كيسمع ليك وكيحس بيك. ما حسيتش براسي حتى دموعي بقاو كينزلوا، بكيت بدون شعور حيت فكرت من مور موت زينب شنو داز عليا. وفعلا كنت كنتمنى غير مع من نهضر وعلى من نخوي قلبي. كنت كنظن باللي كنت بوحدي. في نفس الوقت سولت عزيز وقلت ليه شكون انت؟ عزيز جاوبني وسط الظلام وقال لي يا دريس.
انا كنت بحالي بحالك قبل 10 سنين، كنت مزوج بواحد الانسانه اللي كنبغيها بزاف، كانت هي كل شيء في حياتي، كنت محروم من الاولاد وكانت امنيتي يكون عندي وليد. داز تقريبا شي 5 سنين واخيرا الحلم غادي يولي حقيقه. كنت كنتسنى كل نهار وكل ليله فوقاش غير نعيش هذيك اللحظه. داز تقريبا 8 شهور شويه خديتها للسبيطار حيت كانت قريبه تولد، تقريبا يومين وهي تما. وفاش وصل وقت الولاده كنت برا غرفه العمليات خايف على مراتي وفي نفس الوقت فرحان. من بعد مده وانا كنتسنى خرج طبيب عرفتي شنو قال لي؟ انا قلت ليه شنو؟ قال لي سي عزيز درنا اللي علينا ولكن قدر الله كان فوق كل شيء. قلت ليه ياك ما حتى مرتك انت ماتت؟ قال لي مرتي وولدي بزوج ماتوا. ضربني الضو في ديك اللحظه، قال لي انا ما بقيتش عايش، وليت غير جسد فوق الارض. من مور داك الشيء ما قدرش نصبر، كنشرب دواء النعاس وديال الاكتئاب، ما لقيت حتى واحد في جنبي. كنت كنبكي في الليل وكنتحسر وما كاينش اللي مسوق ليا، ما لقيتش على من نحط راسي. بقيت على ديك الحاله اكثر من 4 سنين. وواحد النهار نعست وما فقتش حتى لقاوني من بعد ميت في الدار. انا ما قدرتش نصبر، دموعي ما بغاوش يحبسوا. قال لي داك الشيء علاش كنت في جنبك ادريس، كنت ديما كنسمع ليك. بكيت بزاف وقلت لي عزيز راك عانيتي بزاف، بارك عليك، خاصك حتى انت ترتاح. قال لي عزيز انا المهمه ديالي هنا سالات، ونتمنى تعيش حياه زوينه مع ولدك. تهلا فيه ورد ليه البال. انا اول مره نحس براسي ما بقيتش خايف. قلت ليه شكرا ليك بزاف عزيز، واسمح لي على اي هضره قلتها عليك من قبل. بقى ساكت شويه، قال لي يا دريس. قلت ليه نعم. قال لي شكرا على كل شيء، بسلامه. الدار في ديك اللحظه ولات مضويه، واحد الراحه نزلت عليا راه ما يمكنش، بحال شي حاجه كانت شاده ليا ديك الفرحه من شحال هادي. المهم فقنا في الصباح بحال حتى شي حاجه ما كانت. داك البيت ما بقاش والباب حتى هو ما بقاش، لا كتابه ولا اثار. ولكن واخا هكاك انا من مور داك الشيء الوقع ما بقيتش قادر نبقى في ديك الدار. بعتها ومشيت انا وياسين لمدينه اخرى وبدينا حياه جديده. داز سنين ياسين كبر تبارك الله ولا راجل، وتزوج حتى هو بالانسانه اللي كيبغي. داز مده، واحد الليل من بين الليالي مشيت للبيت باش الناس، كانت عندي واحد طبيله صغيره تما في البيت، لقيت فوقها ورقه. انا طبعا هزيتها نشوف شنو فيها، عرفتو لقيت رسم، ماشي اي رسم، رسمه قديمه بزاف كانت ديال ياسين. تفكرت عزيز في ديك اللحظه، وتفكرت كاع داكشي اللي كان داز وتبسمت. ولكن فاش قلبت الصوره لقيت واحد الجمله صراحه اللي غتبورشني: دريس انا ما بقيتش بوحدي. القصه ديالنا غتسالي هنا، وصراحه انا تمتعت بزاف وانا كنقرا لكم في هذه القصه. نتمنى تعطيوني الراي ديالكم في التعاليق في القصه ديال دريس وياسين وعزيز، وما تنساوش الاشتراك في القناه الا كنتو جداد باش يوصلكم اي جديد غادي نحطوه. في امان الله، نشوفكم في الفيديو الجاي.